ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منا من قناة وصفة ومعلومة مع منا سند. النهارده جايين بروتين معركة في المطبخ، روتين مسائل المطبخ بعد يوم طويل وطلبات كتير ودوشة كتير جدا. دخلت المطبخ لقيته بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وطبعا كانت المية قطعة وكانت شوية كركبة، يعني حاجات من الاخر يعني، وده اخرة اللي اجل العمل اليوم لتاني يوم. بس ده والله كلها مواعين يوم واحد بقى، كنا في اسبوع عيد بقى، وضيف طالع وضيف داخل. فطبعا ربنا يكتر من حبايبي يا رب. فطبعا ايه بضطر ان اجل اي حاجة بعد الضيف اللي عندي ما يمشي. فطبعا وصل الوضع بيا، كنا حوالي في الوقت ده كنا حوالي الساعة 10 ونص كده. فطبعا دخلت المطبخ، اول حاجة بدأت بيها اني روقت الرخام كله، رجعت كل حاجة مكانها، وحطيت كل المواعين وكل حاجة هتتغسل على الحوض ورخامة الحوض. تمام. وبعد كده بقى ايه، اي بواقي اكل حطيتها في جنب، اي اكياس لو مش نظيفة تخلصت منها طبعا، اعزكم الله، في الزبالة. واي اكياس نظيفة طبقتها وحطيتها في الدرج مكانها، ورجعت كل حاجة مكانها. وبعد كده قمت شايلة كل الكوبايات والاطباق والحاجات دي كلها على صينية في جنب، زي ما شفتوا كده في اول الفيديو، عشان ابدا اقسمها بالظبط، وبحس ان الدنيا سهله كده، وما احسش بالكركبه، او ما اتخنقش وما اتضايقش من منظر المواعين وكده. فطبعا قمت بقى غسله الحوض تاني، غسلت الحوض الاول قبل ما انزل فيه بالكوبايات وكده. وقمت بقى نازله بالكل، اللي قسمت بقى الاطباق لوحدها، المعالق لوحدها، الكوبايات لوحدها، وبدات بالكوبايات طبعا. وطبعا انا العاده ديت يعني انا مش بعملها على طول، بس طبعا لو منظر المواعين كده بالشكل الكتير ده، فبحب اقسم جدا المواعين، وفي نفس الوقت اكمل الورد اليومي بتاعي. طبعا طول النهار مطبوخين في فطار وغدا وعشاء وطلبات ولاد وتنظيف شقه، غسيل، اكل، طبخ، حاجات كتير جدا، وبنقصر في حق ربنا. فطبعا بستغل الوقت ده، وانا اقف على الحوض. طبعا كلنا بنقف على الحوض بدل المرة 1000 في اليوم. ما انا مثلا مسمية كل حاجة عندي يعني ايه، ربطها بحاجة يعني. وانا بغسل الكوبايات بفضل اصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لحد ما اخلصهم. بغسل في الاطباق بفضل اسبح لحد ما اخلصهم، المعالق بفضل اكبر لحد ما اخلص، وهكذا. وفي نفس الوقت بحس ان الشغل خفيف جدا، ما خدش مني اي وقت نهائي، وكمان بيديلي نشاط كده وطاقه ايجابيه، ببقى عايزه اعمل حاجات كتير جدا، يعني بيبقى عندي استعداد اقلب المطبخ كله عامه يعني. فبدل بقى ما تقفي تفكري هتعملي ايه بكره، تفكري في جارتك جرحتك بكلمه، حد ضايقك بكلمه، جوزك عمل فيكي ايه طول النهار، ولادك. فبتقعدي تستغفري كده وانت واقفه، بتستغفري وبتسبحي وبتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فبتلاقي المواعين خلصت معاكي من غير ما تحسي، وبتلاقي الوقت بقى متشجعه رغم الحر ووقفتك طول النهار، وان يعني خلاص الساعه 10 ونص بالليل، المفروض انت خلاص بقى بتدي لنفسك هدنه بقى وترتاحي بقى. فطبعا مفيش راحه. مفيش ست بيت بترتاح والله. وهنا بقى كنت انا خلصت كل المواعين، ما طولتش معاكم عشان خاطر ما ازهقكوش، يبقى في فيديو كل مواعين. وغسلت البوتاجاز، وهنا الرخام غسلت. طبعا اللي بيخلي البوتاجاز يلمع الستانلس والحوض والرخام، انك تحطي تغسلي بالاسبونشة الرخام والستانلس بشوية اوكسي، او مسحوق غسيل، اي مسحوق غسيل بتستخدميه، بتحطي انت شوية على الاسبونشة كده، وبتدعكي بيديكي اللمعة اللي انت شايفاها دي، ويخلي الدنيا معاكي بصي فله. وهنا خلاص بقى غسلت انا الرخام، ورجعت كل حاجه مكانها، وكمان الصفايه دي فكيتها، كان فيها اطباق عينتها وفكيتها، غسلتها وغسلت وراها، وغسلت البلاط اللي حوالين الحنفيات والحنفيات، ورجعت كل حاجه مكانها زي ما انتوا شايفين. وما خدش مني اي وقت، واتشجعت وعملت الورد بتاعي ونضفت مطبخي، وهنام وانا نفسيتي مرتاحة، وهصحى تاني يوم عندي نشاط، واعمل فطار وانا نفسي مفتوحة. بس طبعا هنا ما خلصناش بقى، لازم بقى ايه، نقفل اليوم بعشوائية، لازم نعمل عشاء بقى. حرام المطبخ ينام نضيف يعني. الحوض لو نام مفيش فيه كوباية يزعل ويتقمص ويفضل ضارب بوز طول النهار. فبصراحة الحوض مبيفضاش من المواعين يعني.
فطبعا انا كنت خلصت وعملت لي كوبايه قهوه. هي تقولي هتشربي قهوه بالليل وانت داخله تنامي والساعه 10:30؟ اه والله انا يعني عندي اطفال كلهم سنهم صغير، وفي اصغرهم ربنا يبارك لسه 6 شهور، فبقى في سهر بقى للفجر وممكن الساعه 6 الصبح. فبدي لنفسي بقى ايه يعني ايه، بدي لنفسي تفويقه كده عشان خاطر اقاوم وافضل صاحيه، مبقاش مقلقه او متضايقه او مخنوقه بقى وقاعده ازعق وبتاع، لا عشان خاطر يبقى ايه بالي طويل كده وفايقه معاهم يعني. فعملت كوبايه القهوه وهنشرب القهوه ومطبخنا نضيف ومزاجنا زي الفل، وبعد كده بقى هنعمل عشاء لابو العيال ونتعشى معاه برضه، مش هنسيبه يتعشى لوحده. بما ان الليل طويل وسهرانين للصبح يعني، رغم ان الليل قصر عامه. وبس كده بيكون كل حاجة سهلة. وهقولك على حاجة كمان، يعني عشان تخلي مثلا روتينك في المطبخ او دايما مطبخك نظيف، ادي لنفسك فيه كل يوم ربع ساعة، يعني كل يوم ربع ساعة اعملي فيها حاجة، يعني خصصي لنفسك كده ربع ساعة دي انا هعمل فيها مثلا ايه، هنضف تحت الحوض او هقلب التربو او هنضف درج من ادراج المطبخ او همسح الضلفة والمعها او همسح البوتاجاز. فدايما طول ما ايدك في مطبخك عمر ما هيوصل معاكي لا الدهون ولا الكركبه ولا الحاجات دي كلها. انا يعني انا بديكم نصيحه، يعني ان شاء الله انا وانتم نعمل بيها. وهنا بقى انا كنت عملت العشاء كده حاجه خفيفه يمشي معاكي فطار ويمشي معاكي غدا ويمشي معاكي عشاء في اليومين اللي احنا فيهم دول. كان عندي معلقه مش في التلاجة وعليها معلقه جبنه قريش، قطعت عليهم حبيتين طماطم واتعملوا معايا سلطه مش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقلت بطاطسايه، وكان عندي حته حدقه، وطلعت حته جبنه فيتا والعيش وكده ايه، وبعدها كوبايه الشاي وبألف هنا وشفا. يمشي معاكي فطار يمشي معاكي غدا وبيبقى تحفه جدا في يومنا الحر اللي احنا فيهم والغدا اللي احنا فيه ده. وبكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا، اشوفكم على خير ان شاء الله.